الفيديو التالي صوره رجل يقول بأنه بدأ مؤخرا يسمع باستمرار أصواتا غريبة داخل منزله، وقد أصبحت تحرمه من النوم، ويضيف بأنه عند عودته من العمل يجد بعض الأغراض وقد تحركت من مكانها، لكن في هذا اليوم نجح ولأول مرة في مصادفة الكيان الذي يصدر تلك الأصوات. فبينما كان لوحده في المنزل سمع صوتا غريبا يأتي من القبو، فذهب لاستكشاف الأمر، لكن ما وجده كان مرعبا. فلنشاهد التسجيل. That's starting again. Ooh, there he is. Okay, we're gonna catch him and take this time. Can you tell me what you want? And he's gone. He's gone. Where'd you go? Where'd you go? You back there? I see you, buddy. Can you tell me what you need? Oh, he does not like the light. I don't need to use the light, man. I don't need to use this light. I'll put the light away. He wants to play. How do you do that? Can you please wait a sec? Just. Oh, okay. That's not fun. Oh my God. في الأول اعتقد الرجل بأن ما ظهر كان شخصا ما متطفلا أو لصا تسلل لداخل المنزل، لكن سرعان ما اكتشف بأن ما ظهر لم يكن ببشر عادي، حيث أنه كان أسودا بالكامل وبدون ملامح، وكان يظهر ويختفي بسرعة خاطفة. وفي هذه اللحظة شعر الرجل بالذعر وهرب من المكان على الفور. يعتقد الرجل بأن منزله صار مسكونا بالجن، فما رأيكم؟ الرجل الذي يرتدي القميص الأصفر يقول بأنه أصبح يعيش في رعب دائم بسبب الأحداث المخيفة التي بدأت تحصل له ولعائلته داخل المنزل، لذلك قام باستدعاء شخص مشهور في المنطقة بطرد الجن والشياطين من المنزل. وفي هذه الليلة قام ذلك الشخص رفقة صاحب المنزل بطقوس خاصة للتواصل مع الجن الذي يسكن المنزل، لكن ما حصل كان مرعبا. نشاهد التسجيل. É Ulisses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos. Diga o seu nome aqui, espírito. Quem é que está aqui entre nós neste momento? بدأت أشياء تتحرك من تلقاء نفسها بشكل مخيف. بعد ذلك ذهب الرجلان لغرفة النوم، وهذا ما حصل. Calma aí, Lúcio. Calma aí. Calma, deixa eu mostrar aqui. Vou tirar a lanterna de testa e abaixar aqui. قرر الرجل التواصل مع الجن عن طريق المرآة، لكن ما حصل كان مرعبا تقشعر له الأبدان. فلنشاهد التسجيل. Estou apagando aqui a lanterna. Interaja comigo aqui, espírito. Eu sei que existe algo aqui que está próximo a mim. Apareça aqui, espírito. عندما أشعل الرجل المصباح ظهر فجأة خلفه تماما شخص طويل القامة بملامح غريبة ومرعبة جدا. استدار الرجل على الفور، لكنه لم يجد أي أحد خلفها، وكأن ذلك الشخص الطويل قد تبخر في الهواء. يعتقد بأن هذا المنزل مسكون بالجن، فما رأيكم؟
شاب يعمل كحارس أمن الليل بإحدى المراكز التجارية نشر مؤخرا على تيك توك تسجيلات انتشرت بشكل واسع لأشياء غامضة ومخيفة تحصل له داخل المركز التجاري، ويقول بأنها تحصل بالخصوص في المكان الخاص بالتخزين. المهم في هذه الليلة وبينما كان الحارس لوحده في المكان سمع صوتا غريبا يأتي من غرفة التخزين، فذهب لاستكشاف الأمر، لكن ما حصل كان مرعبا. And like, I can't catch the door opening on camera because every time I pull it out, it don't. Every time I pull my phone out, the door don't open. Oh my god. Oh my god. What was that? What was that? Bro, what the was that? فتح الباب وأغلق من تلقاء نفسه بقوة. بعد ذلك بدأت أشياء تتحرك من تلقاء نفسها الواحدة والآخر بشكل مخيف. ليس هذا فقط، ففي الليلة الموالية حصل هذا الشيء. I'm gonna be calm. I'm gonna be calm. I'm not gonna trip or anything like that. I hear the water running too. Like, and nobody's back here. And that's almost filled up. Okay. I got this, bro. I got this. I got this. I'm just gonna call my boss and tell him, like, hey, bro. Bro! The f***ing room! And the light's off? Why is the light off? Dude, did somebody just come in? What was that?